ده ايه اللذاذه اللي احنا فيها دي؟ حاجه لطيفه خالص. واحده راحت شافت الواد بتاعها عريس ببدله الفرح، بسطتي يا لوزه؟ بسطتي؟ والتانيه البيت بتاعها راح قال لها انه عنده بنت حلوه عروسه طول كده. حاجه مفتخره الصراحه. انت ساكته ليه يا احلام؟ هقول ايه؟ قولي اي حاجه، عيطي صرخي ان شاء الله حتى تشتمي، بس ما تفضليش عامله كده. مش حاسه ان انا عايزه اقول حاجه. طب عايزه تعملي ايه؟ مش حاسه ان انا عايزه اعمل حاجه بصراحه، حاسه ان دماغي فاضيه. بصي بصراحه يا لومي، انا شايفه ان يور اوفر رياكتنج، يعني افورتي قوي في الموضوع مع عاصم. ايه المشكله؟ عنده بنت او حتى 6 بنات، مش انتوا الاتنين بتحبوا بعض؟ فارقه في ايه؟ فرقت ان انا ما كنتش اعرف، ولو كنت اعرف كنت ممكن افهم الموضوع مثلا، لكن هو ما قاليش الا لما كان مضطر. يعني البنت لو ما كانتش عيت كان ممكن يعدي 5 سنين كمان وما اعرفش. وفريدي هو ايه اللي فريدي؟ انت مجنونه يا بنت انت؟ ده كدب عليا في حاجه مهمه جدا، واللي يكذب في حاجه زي دي يكذب في اي حاجه عادي، مش هيفرق معاه. انا حاسه ان هو جه كده كسر اهم حاجه ما بيني وبينه. بصي يا بنتي، رغم كل المشاكل اللي كانت بتحصل، انا طول ما كنت ببقى مع عاصم ببقى حاسه ان انا مطمنه. انا دلوقتي حاسه ان انا مش مطمنه، حاسه ان عاصم ده راجل انا ما اعرفوش، مش هو ده الراجل اللي انا حبيته وعشت معاه ايام حلوه وايام وحشه واتخانقنا وسيبنا بعض وسامحته. بس وسط كل ده كنت حاسه ان انا عارفاه. انا دلوقتي بجد ما اعرفوش. مش عارفه بصراحه، انا شايفه ان انت لازم تديله وان مور تشانس. لا بقول لك ايه، بلا وان مور تشانس بلا زفت. انا بقى شايفه ان احنا نحاول نغير موضوع الكئيب ده شويه، نتبسط ونفك المود. ممكن؟ طب هو ما حاولش يكلمك خالص؟ كلمها على ايه يا غبيه؟ قافله الموبايل بتاعها. طب بتشتمي ليه وغبيه والكلام ده؟ الموضوع في ايدينا، ما نشوف ايه نفتح. لا سلمى بليز، سلمى بليز. هتضايق احلام؟ ما تتضايقي، ما انت كده كده متضايقه، فارقه في ايه؟ وبعدين وانا قلت لك حبيبتي ردي عليه، هنشوف بس بعت ايه. يلا يا نهار زن، 35 ميس كول ومسجز وفويس نوتس. بليز. طب انا ما بحبش كده. قولي لنا بس ايه يا سلمى، بس قولي ايه اللي يحاول يصالحك يا شيخه. حاولت اكلمك كتير على فكره، انا ببعت لك المسج دي من الطياره. انا عارف انك مش طايقاني، بس انا اسف. كل اللي حصل ده والله العظيم كان غصب عني يا احلام. ارجوكي سامحيني، لان اخر حاجه ممكن استحملها في الدنيا ان انت تبقي زعلانه مني. خلي بالك من نفسك. كيوت قوي. والله لذيذ. ايوه كيوت طبعا. بيصالحها بيصالحها. باي يا مفتريه. احلام. ساكت ليه؟ قول حاجه، ساكت ليه؟ بسمعك. مش معني طبعا. هتقول ايه؟ كل مره باجي لك بمصيبه. طب مش يمكن في حاجه في الموضوع احنا مش فاهمينها؟ حاجه ايه يا سار؟ بقول لك مخلف. الراجل قرر دلوقتي حالا ان هو يقول لي ان هو قبل ما يعرفني كان مخلف. ويقرر امتى بقى يقول لي الموضوع ده؟ قبل ما يسافر على طول. عنده استراتيجي كده غريبه، كل مره يقرر يرمي مصيبه فوق دماغي كده، يبقى حاجز تيكت الطيران قبلها بساعتين بالظبط، فاهم؟ يقول لي المصيبه، يسيبني مع المصيبه ويسافر هو. لا. طب اعمل لي قهوه. قول. ايه؟ قول حاجه، يعني مالك؟ مالي؟ متضايق مني؟ لا بقول لك بسمعك. وشك في حاجه غريبه قوي، في فايب غريب طالع منك. لا تمام. ما هزقتنيش يعني، ما شتمتش، ما قلتليش قلت لك يا حماره يا غبيه كده يعني. اصل انت يعني هزقتي نفسك بما فيه كفايه دلوقتي. مش بما فيه الكفايه، ده انا لسه هزق نفسي اكتر من كده 50 مره عشان انا استاهل. انا ما بتعلمش من غلطاتي، ما بتعلمش يا ابني، وفاكره نفسي ان انا ايه، ناصحه وذكيه بقى، فاهم؟ بفتكر ان انا عارفه انا بعمل ايه، وهو واضح جدا ان هو شخص كذاب. عشان كده انا هزق نفسي كل يوم، اصحى ابص لنفسي في المرايه واتف في وش نفسي عشان اتعلم ما اعملش كده تاني. وانت قلت لي يا احلام ما تعمليش كده، صح؟ صح؟ بس انا بقى المره دي هعمل حاجه مختلفه تماما يا سائر، بجد. انا من بكره هصحى الصبح ناسيه كل حاجه تماما، هركز على شغلي، هركز على اصحابي، هروح الجيم، همديتيت، هعمل حاجات، هبقى شخص ايجابي في الدنيا بجد. برافو عليك.
بس في حاجه واحده بس محتاجه احلها بقى قبل ما اعمل الحاجات دي كلها، هي موضوع الكافيه. الكافيه؟ كافيه. ايه ده بقى؟ عشان سوبرمان حط الكيك وطار وساب لي مصيبه لبسها لي، انا مش عارفه اعمل فيها ايه. يعني انا ما اعرفش انا اخش انا المطبخ بقى واعمل بطاطس للناس اللي قاعده، اعمل ايه يعني يا سائر؟ بالظبط ماليش فيه عندك انا. حق. اه مش عارف هتتصرفي ازاي، ما هو سوبرمان لبس الكيب وطار. بالظبط. فانا خلاص هروح انا اشوف ادور على نمره المحامي بتاعه بقى واكلمه واقول له بيعه ولا اعمل اي حاجه. هو احنا يعني مش اتفقنا احنا هنركز في شغلنا؟ بصي انا هقول لك على حاجه، خليني انا اروح للمحامي واحل لك الموضوع ده. انا بحبك والله العظيم، بحبك والله العظيم، انت جميل.